السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض نوع من الحلويات حلو جدا. طاجن كده جميل، يتاكل سخن يتاكل بارد. حلو قوي قوي قوي. بطريقة اقتصادية جدا. مش هيكلفنا اكتر من 35 جنيه ان شاء الله. في ظل الظروف الغالية والاقتصادية اللي احنا عايشينها، بنبقى عايزين نعمل لولادنا حاجة حلوة او ناكل حاجة حلوة. بس للأسف كل حاجة غالية. يعني مش عشان تعملي حاجة حلوة مش هتكلفك يعني شيء وشويات. لا، انا هعمل لكم حاجة جميلة بحاجة اقتصادية. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. البطل بتاعنا البطاطا. معايا هنا حوالي كيلو الا ربع من البطاطا. عايز تستخدمي كيلو الكمية اللي انت عايزاها، غسلها كويس جدا. هبتدي ان انا اقشرها. بعد ما اقشر البطاطا هبتدي ان انا اقطعها طرنشات او حلقات زي ما انت شايفه. خلي الحلقات بتاعتي تكون رفيعة شوية، ما تكونش تخينة عشان تاخدش معايا وقت في السوا. هبتدي اخد الكلام دوا وابتدي احطه في طاسة، احطه في صينية اللي موجود عندك، بس تكون يا ريت ايه اللي هي ايه ما بتلزقش عشان البطاطا ما تلزقش فيها. هبتدي ان انا اخد البطاطا بتاعتي وابتدي ان انا افردها في الصينية بالشكل اللي انتي شايفاه دوا. وهبتدي ان انا افردها كويس واضيف عليها حوالي ربع كوباية من السكر. مع الربع كوباية من السكر هبتدي ان انا اضيف عليها نص كوباية من المية. كده تمام قوي. هبتدي ان انا اخد الكلام ده كله وارفعه على النار، تكون نار هادية، واسيبه لحد ما تستوي معايا. في الوقت ده انت من وقت للتاني تشوفيها، لو لقيتي ان شربت ميتها البطاطا ولسه ما كملتش سوا او اتهرست معاكي جامد، هتضيفي ربع كوباية تاني من المية وتسيبيها. لازم تسيبيها لحد ما تستوي تماما، وتبتدي ان انت تهرسيها تبقى سهلة معاكي في الهرس. وهي لسه سخنة بهراسة البطاطس تبتدي ان انت تعمليها، او بشوكة اللي موجودة عندك واللي متاح. تبتدي ان انت تعمليها لحد ما تتهرس عندي تماما زي ما انت شايفة. هبتدي اسيبها على جنب شوية تبرد، ويلا نحضر المكون التاني اللي معايا. انا معايا هنا نص كيلو من اللبن. هبتدي ان انا اضيف عليه معلقتين كبار من السكر او ربع كوباية من السكر حسب التحلية اللي انت بتحبيها. هضيف معلقتين كبار من الكاستر. ممكن تستخدمي النشا، بس لو هنستخدم النشا هنستخدم مادة دهنية معاها. وتعمليها زي البشاميل، بس انا حبيت اعملها بالكاستر بيدي طعم جميل جدا، وفي نفس الوقت عشان اقلل الدهون. هنا حطيت معلقة كبيرة من المورد او ماء الورد. حابة تحطي فانيليا تمام. هحط نقطتين من اللون الاصفر عشان بس اللون الكاستر يطلع معايا اصفر وحلو كده ويبين اللون بتاعه. هرفع الكلام ده على النار، وهبتدي ان انا اقلب فيه لحد ما يبتدي ان الكاستر يبتدي ان هو يتقل معايا، يغلي ويتقل معايا زي ما انت شايفة بالطريقة دي. حتى الكاستر هيغلي. هنبتدي نقلبه كويس جدا. اول ما الاقيه غلي معايا وبدأ يطلع الفقاقيع دي كده تمام بقى جاهز معايا. انا بقى همحضر هنا الطواجن بتاعتي اللي انا هشتغل فيها. انا هشتغل في طواجن، كل واحد كده ياخد طاجن. حابه تشتغلي في بايركس تمام، حابه تشتغلي في صينيه تمام. بس اهم حاجه تدهني كده بمسحه من السمنه بسيطه في اي حاجه هتشتغلي فيها. انا هنا استخدمت البرامات بتاعتي. في بقى اللقطه دي اتمسحت معلش. انا اخدت حوالي مغرفه من الكاستر وحطيتها على البطاطا وقلبتهم مع بعض. وفي الوقت ده برضو ممكن تضيفي جوز هند، زبيب، سوداني مجروش. انا ما حبيتش اضيف الحاجات دي عشان ابين لك قد ايه هي بسيطه، ممكن تعمليها بمكونات بسيطه. مش هتاخد منك وقت ولا هتكلفك ان شاء الله، وحاجه ان شاء الله تطلع حلوه ليكي ولاولادك. بقيه الكاستر هبتدي احطه بقى ايه على الوش، اذا كان برامات او صينيه. هتبتدي بقيه الكاستر كله تحطيه على الوش الحاجه اللي موجوده عندك وتساوي الكاستر كويس جدا. هبتدي بعد ما اسويه ادخل الكلام ده كله الصواني دي الفرن. بعد ما ادخل الصواني دي الفرن هبتدي اسيبها لمدة ربع ساعة من تحت، واول ما الاقيها بدأت كده ايه تغلي معايا شوية في الفرن، هفتح الشواية عشان تاخد لون جميل من فوق، والكاستر يبتدي ياخد اللون الجميل اللي انت شايفاه ده. هنا اول ما طلع من الفرن جميل جدا، شايفه اللون بتاعه. بس انا هسيبه يبرد في التلاجة عشان تاكليه كده وهو بارد، عشان احنا دلوقتي في الحر يبقى طعمه حلو قوي. لو هتعمليها في الشتاء اعمليه وتاكليه سخن، هيدفيكي مغذي جدا ليكي وللاولاد، حلو قوي. زي ما انت شايفه الطواجن اهو. انا مش ماليه الطواجن قوي يعني ايه، بس هي يعني الكميه اللي انا عاملاها دي يعني تشبعك تماما.
زي ما انت شايفه اهو، انا سبتها برضو ما بردتش قوي، عشان كده مش ماسكه نفسها قوي. بس انت لو سبتيها اكتر من كده، انا سبتها دوبك نص ساعه في التلاجة بس. حلوه جدا. الكاستر برضو جميل، ماسك نفسه شويه. الطبقه اللي فوق جميله طعمها. عملنا حاجه حلوه بخامات بسيطة، ما كلفتناش 35 جنيه. نص اللبن ب16، كاستر الكيس ب5، والبطاطا الكيلو عندي جايباه ب10، يعني مش مكلفة، ما كلفتناش 35 جنيه. انتي واولادك هتاكلوا حاجة حلوة مغذية. اهم حاجة من الحاجة حلوة ان هي مغذية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة